بسم الله. الايام دي مش عارف كده، ايام الامتحانات دي بتبقى رخمه يا جدعان، بتبقى رخمه بشكل غبي. مش بحبها، مش بحب ايام الامتحانات. حلوه الكليه بس يعني حلوه لو من غير امتحانات بصراحه. الايام دي كده بتبقى ايام كده تفكير كده غريبه كده، بتبقى تفكير كده اللي هو الدافع اللي بيخلي البني ادم يحاول يبذل كل المجهود ده، ايه اللي هيوصل له في الاخر يعني. فالفترة دي خلتني كده بدور كده او مش بدور، يعني كده من فترة للتانية بقرأ في حاجات كده. مش بقرأ كتب، يعني قد بقرأ مقالات ممكن او حاجات كده لها علاقة بالمعنى، الهدف، الدافع. بحس ان انا ببذل مجهود غبي، بس مش لاقي معنى ورا اللي انا بعمله ده. آه يعني حبيت اطلع شوية اقول افكاري عن الموضوع. يعني غالبا كده خلال الفترة اللي فاتت آه، استوقفني كوت كده. كنت مش فاكر قابلني فين، مش فاكر قابلني على فيسبوك غالبا او تيك توك حاجة كده، و او لينكدين، مش فاكر بس كان بيقول ايه. كان بيقول we are so busy making a history that we don't have time to live it. مش فاكر هو كان كده بالظبط، او هو هتلاقي في مشاكل في الجرامر مثلا او حاجه كده. ان بالك ان احنا ان احنا مشغولين دايما في ان احنا نبني قصه احنا مش فاضيين ان احنا نعيشها. لو انت فاهم، تخيل معايا انك اشتغلت سنتين او ثلاثه على حاجه معينه. مش مهم هي ايه بس مثلا دراسه، شغل، علاقه معينه، محاوله في حاجه ان انت تنجح، يعني فاهم، بيزنس مثلا، فيديوهات معينه، ايا يكن، يعني فاهم. مش مهم ايه الحاجه اللي انت اشتغلت عليها فتره معينه، حاجه انت متارجتها على المدى البعيد، فاهم. تخلص دراسه. بحاول اجمع كده حاجات اللي في دماغي اللي ممكن تكون اهداف تقدر تحسبها طويله، تمام. وحطيت الهدف ده قدام عينيك. عارف انت، لو انا هبقى فين بعد سنه او سنتين او 5 سنين. قلت بس انا لما اوصل للحاجه دي انا هبقى تمام، أو فاهم. انا لما جسمي كده يكون كويس وابقى فورمه انا هبقى كده تمام. انا لما اشتغل على نفسي السنه دي واجيب تقدير كويس في الكليه، او اجيب درجه كويسه في ثانويه عامه مثلا، انا هبقى تمام. وصلت يا سيدي. تخيل انت وصلت، تمام. الفكره انت بعد ما وصلت لقيت نفسك واقف في المكان ده، حاسس بحاجه غريبه، فاهم. يعني بتحس بحاجه غالبا كده غريبه، اللي هو لا انت بتبقى فرحان ولا بتبقى زعلان. انت بس كده تبقى واقف بتتفرج على حياتك من بره، اللي هو ايه، انت شايفها موجوده، فاهم، بس مش حاسس ان هي بتاعتك، يعني فاهم. مش حاسس بطعم الحاجه اللي انت وصلت لها دي، يعني فاهم. حاسس كده بفراغ نوعا ما، فاهمني. مشكله الاحساس ده ان هو ملهوش اسم واضح، يعني مش امتنان ناقص مثلا، او يعني مش عدم شكر، او اللي هو يعني ان انت مثلا مش مقدر النعمه. هو احساس يعني فاهم، بتحس احساس غبي، او مش احساس غبي، يعني احساس غريب كده في مكان انت اللي بنيته بايدك، فاهم. انت بتقعد تحاول تحقق هدف كده، بعد ما بتوصل له بتحس كده بنوع من الفراغ كده، احساس مش مفهوم في حاجه انت اللي عملتها، يعني فاهم. انا هنا مش بتكلم عن حاجه نادره. آه، ده بيحصل ناس كتير، بس هي الفكره انها حاجه صعب تشرحها لحد عموما، يعني فاهم. صعب يعني، انت صعب مثلا تقول لحد انا مثلا حققت هدف معين بس حاسس ان انا فاضي، او انا حاسس بفراغ من جوه. هتلاقي بيقول لك يا عم ما تحمد ربنا يا عم، وحد لاقي. لو عارف تقول لحد مثلا انا تقديراتي في الكليه مش عجباني، يقول لك يا عم احمد ربنا، او انت غيرك دخل مش عارف ايه، وغيرك دخل مش عارف، يا عم اعمل له ايه طيب. انا مش مرتاح. الناس عموما لما بتحس بحاجه زي كده مش يعني بتستصعب ان هي تشكي لحد او تقول لحد على المشكله دي، فبتسكت. بتحس ان المشكله ان في غلط فيها هي. دي اكتر حاجه بتاثر عموما، يعني فاهم. انت تحس ان المشكله فيك انت، اللي مش انت اللي الجاحد اللي مش بيقدر النعمه.
بصراحه لما لقيت الموضوع كده، يعني لما لقيت الموضوع يعني شغل تفكيري شويه، قلت لا انا ادور اشوف كده هل في حاجه علميه ممكن تكون بتفسر الموضوع ده. اكتشفت ان في علم النفس في نظريه اسمها الرايفل فالسي. لو انا بنطقها صح، مش عارف بنطقها صح ولا غلط، بس اتوقع ان هي بتنطق كده. النظريه نفسها بتتكلم عن ان نقطه ان احنا كبني ادمين بنحط اهداف، وبنبدا نتوقع ان احنا لما نحقق الاهداف دي احنا هنحس او هنشعر بشيء من الكمال ونشوه الوصول كده، بشيء من الاكتمال. ان احنا لما نحقق حاجه معينه احنا هنكتمل كده خلاص، هنتملي من جوه. بس ده وهم، ده وهم. هتقول لي ده ليه وهم؟ لان احنا كبني ادمين احنا مش مصممين او مش مبرمج، عقلنا البشري مش مبرمج على نقطه الوصول قدر ما هو مبرمج على فكره المطارده. احنا متعودين نطارد مش نوصل. لو عشنا مع نقطه الهدف والوصول هنتعب، لان احنا مبرمجين ان احنا بنبدا نطارد، فاهم؟ نطارد. في حاجه تاني برضو يعني حسيت ان ليها علاقه، اسمها هيدونيك ادابتيشن. دي يعني سمعت عنها فيديوهات كتير، يعني اتكلمت عن الموضوع ده. ان انت بعد ما بتحقق هدف معين، عربيه جديده، بيت جديد، مكان جديد، ترقيه جديده في الشغل، شغل جديد، تجيب كليه كويسه، تجيب تقدير كويس في الكليه، بعد ما تحقق الانجاز ده غالبا كده بيبدا عقلك يتاقلم معاه. فبعد ما كان بيديك بعد ما اخدت منه نشوة الوصول دي، بيبدأ دماغك يحطه في منطقة العادي، فهيبدأ خلاص هتعتبره عادي. ليه؟ عشان انت محتاج تطارد، هو بقى عادي، فلازم تشوف هدف تاني بعده وتبدأ تطارد الهدف ده. فهمني؟ الهيدونيك ادابتيشن ده ممكن يكون حاجة نشوفها رخمة، لو ليه انا بعد ما احقق هدف، ليه بعد ما اجيب كلية معينة مثلا او اعمل جسم معين كويس، بتكلم حاجات اللي لها صله بيا انا بصراحه يعني. ليه بعد ما نعمل كده الموضوع ده يرجع ينزل في مكان العادي؟ لان ده بطبعنا هو اللي مخلينا بشر، هو اللي مدينا القدره اساسا على التطور. فاهم؟ لو انت اول حاجه تكتشف ان في نار، تكتشف ان في كتابه، تكتشف بعدين تبدا تطور الموضوع لحد ما تبدا تكتشف اختراعات، تبدا تخش في عصر ان انت تخترع حاجات، تبدا تخترع حاجه اسمها كهرباء، تخترع حاجه اسمها انترنت، تخترع حاجه اسمها موبايل، الموبايل تطلع منه مش عارف ايه، وهكذا تبدا. يعني فاهم فكره ان احنا الحاجه اللي بنوصل لها بتبقى عادي ونبدا نطارد حاجه اعلى منها. هي دي اللي عندنا، ان احنا نتطور كبشر. فالموضوع مش فكره ان انت مثلا ان انت جاحد او ان انت فاشل في ان انت تقدر نعمه ربنا عليك. الموضوع على المستوى النفسي بيكون اعمق من كده شويه، يعني فاهمني؟ زي ما قلت يعني كمان ادمين مبرمجين على المطارده مش الوصول. يعني ايه؟ انت من وانت صغير انت دايما متبرمج انك لازم تشتغل على نفسك، لازم يكون عندك هدف، لازم تجري وما الى ذلك. فده ده اللي عرفك، او ده اللي بنى الهويه بتاعتك، انك لازم تجري، تعمل اهداف، تحقق. انت لما توصل انت تبقى شايف ان كده دورك خلص، فانت خلاص وصلت. مش عارف انت بقيت مين بعد ما وصل. يعني فاهم ازاي؟ انا حاطط الخلاص بتاعي في اني اوصل، في اني يا عم انزل مثلا 20 كيلو، تمام؟ دي الهويه اللي انا عايز اوصل لها. بعد ما نزلت ال 20 كيلو مثلا انا مين؟ يعني فاهم؟ طالما انا بنيت هويتي على يعني فاهم ان انا بنيت هويتي على هدف معين في الحياه، يعني فاهمني؟ فالغربه اللي بتحس بيها بعد ما تحقق هدف معين، دي مش بتكون غربه من الحياه بحد ذاتها، بقدر ما هي بتكون الغربه بتاعت نسخه منك كانت عايشه طول الوقت في المستقبل، ما عرفتش تعيش في الحاضر. يعني فاهمني؟ يعني احاول ان الموضوع يميك سنس يعني. ف ده هيرجعنا لنقطه في فرق بين واحد بيحاول يشتغل عشان يهرب من احساس معين، وفرق بين واحد بيشتغل عشان عاوز يوصل لحاجه معينه. الموضوع بيلخبط، يعني انا بدات ادخل الدنيا في بعض. احنا المشكله الاساسيه ان احنا بنشتغل او بنركز على المستقبل، بنركز على الهدف
نوصل له في المستقبل، وبنهرب من حقيقه معينه في الماضي. فاهمني؟ فده اللي بيعمل الازمه هنا. ايه؟ ان انت تبقى بتشتغل عشان بتهرب من حاجه في الماضي، بتهرب من نسخه معينه كانت منك في الماضي انت مش حاببها، وخايف في المستقبل انك ما تحققش النسخه دي. فاهمني؟ انت هنا بتشتغل، فانت هنا لا عايش، انت مش عايش في الحاضر يعني، فاهم؟ انت غرقان في الماضي وخايف من المستقبل. فاهمني؟ في فرق بين اتنين، واحد بيشتغل عشان عايز يوصل لحاجه بجد، هو عايز يوصل عشان ده هدف فهدف في الطريق بتاعه، هو عايش في الحاضر وبيشتغل عشان يحقق الهدف ده في المستقبل. وبين بني ادم خايف من الماضي، مش حابب الماضي، حاسس ناحيته بخزي مثلا وذنب، وخايف من المستقبل، فبالتالي هو مش عايش في الحاضر. لو كان الشغل في حد ذاته هروب من الماضي، فانت لما توصل هتحس بفراغ كبير بطبيعه الحال يعني. مش قصدي ان انت تبطل شغل او تبطل تحلم او تبطل تشيل مسؤوليه، اكيد يعني ده اخر حاجه ممكن نحاول نبقى بنوصل لها يعني. بس قبل ما تبدا تشتغل على حاجه بجد، يعني تشتغل على حاجه، اسال نفسك، هل ده انا بعمله عشان اوصل لحاجه فعلا، ولا انا بحاول اهرب من حاجه معينه؟ ولو لقيت ان انا بهرب من حاجه، طب ايه هي دي الحاجه اللي انا بحاول اهرب منها؟ مش هقول لك ازاي تحل الموضوع ده، او يعني انا مش عارف ازاي بيتحل الموضوع ده، انا مش عارف احله بالنسبه لي اساسا، وغرقان فيه. زي ما قلت يعني انا الموضوع ده بالنسبه لي مؤزم شويه، مش بعرف اتعامل معاه. آه، بس يعني لما تحس بان انت تحس بشيء من الفراغ كده بعد ما حققت حاجه معينه، آه، حاول ما تحاربش الموضوع، ما تحاربش الافكار اللي في دماغك، وما تحاربش الشعور اللي انت حاسس بيه، وسيبه. حاول تكون ممتن لربنا يعني، فاهمني؟ حاول تكتب امتنانات لربنا، تقعد تحمد ربنا على اللي انت فيه يعني. ولما تحس بحاجه زي كده يعني تعرف اني ده انا والله يعني دماغي ممسوكه في الماضي او في المستقبل، فده الوقت ان انا ارجع للحاضر. فاهمني؟ مش عارف بصراحه يعني. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فاكيد ممتن ليك يعني. آه، حابب حابب منك يعني، لو اللي بيسمع يعني، لو تحس بحاجه زي كده مثلا، او كنت بتحس بحاجه زي كده فتره من الفترات، ممكن تشارك بده في الكومنتات يعني. مش هدي حلول اكيد، بس يعني عشان ما احس ان انا لوحدي بس يعني. بس سلام.